اهلا وسهلا بحضراتكم في اولى حلقات برنامج نافذة على الجابون. معاكم تقرير هنطلع نشوفه مع الزميل احمد علي، نرجع لكم مرة تانية. توقعاتك من مباراة مصر ومالي؟ ان شاء الله مصر هتكسب النهارده وثقة في الله 2-0 مصر هتكسب مالي ان شاء الله. مين هيجيب الاهداف؟ اللي هيجيب الاهداف رمضان صبحي ومحمد صلاح ان شاء الله. توقعات حضرتك من مباراة مصر ومالي؟ والله ان شاء الله مصر هتكسب ان شاء الله. مين هيحرز الاهداف؟ محمد صلاح ان شاء الله. مباراة مصر ومالي 2-0 لمصر ان شاء الله. 2-0 ان شاء الله. مين هيحرز الاهداف؟ محمد صلاح وابو تريكه. كورة ممتازة وجول جول جول. توقعات حضرتك من مباراة مصر ومالي؟ ان شاء الله 2-0 لمصر النهارده باذن الله. ليك معايا. توقعات حضرتك من مباراة مصر ومالي؟ ان شاء الله مصر هتكسب 2-0 ان شاء الله. مباراة مصر ومالي النهارده ان شاء الله. ان شاء الله مصر تكسبها. مين هيحرز الاهداف؟ محمد صلاح. شكرا. 6-0 لمصر. توقعات حضرتك؟ ان شاء الله 2-0. مين هيحرز الاهداف؟ محمد صلاح وعبد الله السعيد. بامر الله 3-0 ان شاء الله. مين هيحرز الاهداف؟ 3-0 محمد صلاح وعبد الله السعيد هيجيب جول. اتفرج على الكورة. 0 لمصر. مين هيجيب الجون؟ عبد الله السعيد. مباراة مصر ومالي توقعاتك ايه؟ توقعات 2-0. مين هيجيب الاهداف؟ بتصوروا كده يعني ولا ايه؟ شكرا. ان شاء الله مين هيحرز الاهداف؟ محمد صلاح وعبد الله السعيد. هنكسب ان شاء الله 2-0. مباراة مصر ومالي ان شاء الله الماتش ده فوز لمصر و2-0 باذن الله تعالى. توقعات مباراة مصر ومالي ان شاء الله 2-1 لينا باذن الله. مين هيحرز الاهداف؟ مروان محسن وعبد الله السعيد. توقعات حضرتك من مباراة مصر ومالي؟ ان شاء الله ربنا ييسر ومصر تكسب 3-0 ان شاء الله 2-0 باذن الله. مين هيحرز الاهداف؟ الاهداف ان شاء الله محمد صلاح. امامنا اهو محمد صلاح يا ولد يا بقول لحضراتكم. من مباراة مصر ومالي. نعم. توقعات حضرتك من مباراة مصر ومالي؟ ان شاء الله. مين هيحرز الاهداف؟ محمد صلاح وعبد الله سعيد. ان شاء الله نكسب، بس هنكسب في الشوط الثاني بالعافيه، هنكسب 1-0. مين اللي هيجيب الجون؟ لا الله اعلم. شكرا. توقعاتك من مباراة مصر ومالي؟ تعادل. شكرا. معنا لكم تاني بعد التقرير ومعايا الناقد الرياضي بصحيفة النافذة بوسط الاستاذ احمد علي. نرحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد. طيب توقعات حضرتك ايه للمباراة؟ زي ما سألت الجمهور فلازم نسألك، توقعات حضرتك ايه للمباراة؟ انا توقعات المباراة ان شاء الله هتكون مكسب للمنتخب الوطني ان شاء الله، عشان تكون خطوة كبيرة نحو التأهل للدور الثاني ان شاء الله. طب طريقة لعب المنتخب المصري والمنتخب المالي يا فندم؟ طريقة لعب المنتخب المالي اللي هي زي شبيهة لطريقة لعب المنتخب المصري، اللي هي التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة بقيادة اللاعب موسى ماريجا واللاعب ياتا باري واللاعب دياكيتي. نشكر حضرتك يا فندم، نتمنى الفوز لمنتخب مصر ان شاء الله النهارده، وشكرا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله.